السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا والف مرحبا متابعين ومشجعين قناه رحمه اعراب. وكيف ديما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وصفتنا اليوم غادي تكون رزيزه او رزة القاضي اللي تجي لذيذه بزاف. انا متاكده غادي تعجبكم، سهله في التحضير ديالها بلا ما تشوفوا الطريقه ديالها وتقولوا صعيبه. انا متاكده الا جربتوها غادي توجدوا شحال من حبه في دقائق. انا في هاد الدقائق هادو وجدت 11 الحبه وتجيني ساهله على المسمن العادي والملاوي العاديين. تبعوا الطريقه والفيديو من الاول حتى الاخير، والنصائح اللي في الفيديو غادي تنجح معكم 100% وغادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تعجب عائلتكم وغادي تشكروني عليها انا متاكده. بالنسبه للمقادير هادو اللي درت معكم راكم شفتوا في الفيديو شحال من حبه خرجت لي، وانتم غادي تشوفوا واش يكفيكم هذا المقدار هذا ديال الطحين ولا تضاعفوا المقادير ولا تنقصوا، لكم الاختيار. المهم انا عطيتكم هذا المقدار اللي خرج لي شحال من حبه، كلشي واضح في الفيديو. بالنسبه للمقادير انا درت هنايا 500 غرام ديال الطحين الفارينه. الدقيق الابيض درت نص كيلو مع كاس ديال السميده الرقيقه. بالنسبه للسميده انا درت هذا الكاس هذا، تقدروا ديروا حتى لجوج كيسان ديال السميده الرقيقه، وتقدروا تخدموا غير بالفارينه عاديه بوحدها، راهم ناجحين 100%. المهم هنايا درت مع هذاك الدقيق معلقه كبيره ديال زيت نباتيه. بالنسبه لهذيك زيت نباتيه نديروا ديك المعلقه باش هكا تساعدنا تسرح لنا العجينه، لان العجينه ديال الرزيزه غادي تكون قاصحه على الملاوي. داكشي علاش نديروا ديك المعلقه ديال زيت نباتيه. درت راس معلقه ديال الخماره ديال العجين غير هكا فتيته، غير راس معلقه صغيره حتى هي تساعد العجينه من تكون قاصحه باش تسرح، تعطينا هشاشه لهاد الرزيزه هذه وتنتفخ لنا واحد شويه. هذيك الرزيزه تجينا هكا منفوخه واحد شويه. بالنسبه لهاد الزيت النباتيه والخماره، الوقيته اللي يكون الصهد ويكون داك الصهد بزاف بلا ما نديرو ديك الخماره ولا ديك زيت نباتيه. انا هنايا كنت غادي نسرحهم في واحد الوقت اللي هو قصير، كنت باغيتهم على حساب واحد الساعه. ولا الا كنتو غادي تدلكوا هاد الرزيزه هذه في العشيه وتخدموها في الصباح، ولا تدلكوها في الصباح وتخدموها في العشيه بلا ما ديروا ديك زيت نباتيه وديك الخماره ديال العجين، اللي بغى يتخلى عليهم غير يتخلى عليهم. درت معلقه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره، ممكن تعوضوها بالعسل باش تعطينا واحد اللون لهاد الرزيزه. وبالنسبه للملح درت معلقه صغيره ديال الملح، راه تقطع لي داك المقطع في الفيديو، معلقه صغيره ديال الملحه. هادو هما المقادير اللي درت في هاد العجينه هذه ديال الرزيزه. غادي نخلط مزيان وغادي نجمع بالماء بارد، الماء بارد عادي بالروبيني، غير صبوا بالروبيني داك الماء وخلطوا به العجينه ديالكم. من بعد ما خلطت العجينه كما شفتوا راها قاصحه، دلكتها مزيان. انا عطيت هنا واحد شويه لان الكمايم هاودين، خملت هذوك الكمايم ودلكت العجينه ديالي على حسب واحد 5 حتى 6 دقائق. دلكتها مزيان باش هكا تكون العجينه مدلوكه وتجينا زوينه في الخدمه ديالنا. من بعد ما دلكتها درتها في هذاك البلاستيك، ضروري من البلاستيك باش تجي تزيد بحال تدلك وتزيد ترخف لنا واحد شويه وتساعدنا في الخدمه. خليتها انا هنا على حساب واحد الساعه، كيف ما قلت لكم راني دايره فيها زيت نباتيه والخماره ديال العجين. خليتها غير ساعه صافي وخدمتها. الا ما كانش فيها الخماره وديك زيت نباتيه تقدروا تخلوها شحال ما بغيتوا وعندكم الوقت تدلكوها وخلوها ترتاح مع راساتها. من بعد ما ارتحت هذيك الساعه هنايا جيت نخدمها. جبت الموس اللي قطعت بها هذوك المرصويات. بالنسبه للمرصويات هنا والرزيزه هكا على حساب نتوما، تبغيوها كبيره كبروا هاد المرصويات هادو، تبغيوها صغيره كيف ما درتها انا هكا متوسطين ديروها هكا على حساب هادشي اللي درت انا. المهم هكا بالنسبه للقص يعني على حسابكم نتوما، تكبروا ولا تصغروا. انا هنايا بهاد نص كيلو ديال الطحين خرجت 11 حبه. المهم 11 واه ما حسبتهمش، راه باين كلشي في الفيديو. المهم 11 حبه هكا جاو صغيورين وظريفين، حسب ما نديرهم كبار بزاف. المهم كل واحد يدير داكشي اللي بغا. درتهم في هاد الطباسه، دهنتهم هكا ديك الطباسه دهنتهم بالزيت ودرت فيهم هذوك الملاوي ديالي ولا الرزيزه باش هكا ما يتلصقوش العجينه. المهم درت هذيك العجينه تما باش ما تلصقش وغطيتها عاوتاني بالبلاصه واحد شويه هكا، غير بلا ما وجدت هذاك الزيت وديك الزبده وجدت البلاصه فين نسرح. هذاك البوطاجي جبت شويه ديال الخل ومسحته مزيان باش غادي نسرح عليه. صديت نسرح هذيك الرزيزه. هنايا جبت المدلك اللي غادي يساعدني شويه. المهم المدلك ولا يديكم سرحوا كيف بغيتوا، كيف يجيكم نتوما كيفاش تسرحوا. انا درت المدلك غير من العجينه هكا جايه شويه قاصحه باش يساعدني شويه. ونسرح دوك البلايص اللي يكونوا غلاض، ضروري معنا نسرحوا مزيان ونسرحوها بشكل طولي باش هكا تجينا حتى تقطع تجينا ساهل. علاش انا في الاول درتها هكا مرصويات طوال.
صافي هنا نبقاو نديرو ديك شويه ديال الزيت وزبده. بالنسبه لهذيك الزيت درت كاس ديال العنبه ديال الزيت نباتيه وكاس ديال الزبده دايبه، خلطتهم. وهنا كما شفتوا راني كنت بديت نقرص، راني درت جوج ديال الحبات راني حطاهم في الطبسي حدايا، داك الطبسي مدهون بالزيت حتى هو باش ما تلصقش. صافي نبقاو هكا نهزو واحد شويه ديال الزيت وزبده، ندهنوا ديك العجينه نسرحوا وعاوتاني نقلبوها بالجهه الاخرى باش ما تلصقناش على سطح العمل. كيف ما قلت لكم الخدمه ديالها والمقادير ديالها بحالها بحال ديال المسمن، وكيف ما تعرفوا عجينه المسمن راح نخرجوا بها تبارك الله الاشكال والانواع، الرزيزه، المسمن، البسطيله، اي حاجه، شحال من حاجه نخرجوها بهذه العجينه ديال المسمن. شفتوا معايا العجينه راني قرصتها حتى بانت الرخامه، تيبان داك سطح العمل اللي نكونوا نخدموا عليه. ضروري نرقوا العجينه مزيان. وشفتوا معايا هنا راها ما تقطعت العجينه ما حتى شي حاجه، مع دلكتها ودرتها في داك البلاستيك عاوتاني ارتاحت على خاطرها، راه تخدموا بها كيف بغيتوا، راه ما تقطع ما حتى شي حاجه. ولكن كما قلت لكم ضروري ترقوا مزيان. شحال ما رققناها راه فاش نديروا دوك الخيوط ديال الرزيزه راه يجيو لنا زوينين هكا وما يجيوش غلاظ، وتجي الماكله ديالها بحال ديك اللي نشريوها اللي مخدومه بالماشينه ديالها. من بعد ما سرحتها مزيان رشيت واحد شويه ديال الزبده وزيت وطويتها على جوج كيف ما نديروا المسمن. سرحت مزيان قاديتها، نقادوها هكا مستطيل مقاد باش تجي لنا التقطاع. غادي نشد هذيك الجراره اللي نقطعوا بها البيتزا وغادي نبقى ندير هكا نقطعها خطوط. انا في الاول تجيني هكا، كاين اللي يقطع من الاول هكا خطوط رقاق، تقدروا كيف ما جاتكم المهم قطعوا ديروا خطوط رقاق من الاول. انا تجيني هاد الخدمه ديالي هكا تجيني سهله، نقطع خطوط عراض ومن بعد نبقى نرقق اي بلاصه تجيني غليظه نرققها ماشي مشكل. هذوك الخيوط خايكون واحد قصير واحد طويل ماشي مشكل، راه تجيكم مخيره كيما درتوا لها. المهم كيف ما قلت لكم نوليو نرققوا دوك البلايص اللي هكا عراض، اي بلاصه تبان لنا عريضه هذاك الخط ديالها نوليو نرقوها. شحال ما كانوا رقاق رقوا على راساتكم، شحال ما كانوا رقاق راه تجي لنا رزيزه هي هذيك كيف ما قلت لكم بحال اللي مشريه ما كانش الفرق. جربوها وانا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. شفتوا معايا راه كاع دوك البلايص اللي يكونوا غلاظ نولي هكا نبقى نرقق فيهم. راها ساهله الصراحه في الخدمه ديالها، انا تجيني عاد هي راها ساهله على المسمن العادي. واخا كما قلت لكم خط يكون هكا قصير وخط يكون طويل ماشي مشكل، يعني باش نقولوا راه خص ضروري يكونوا مقادين ماشي مشكل نهائيا. فاش نلويوها راه تجي هي هذيك. صافي نبقى بهذه الطريقه هذه حتى ندققهم كاملين. صافي من بعد ما نكملها غادي نهز شويه داك الخليط ديال الزبده وزيت وغادي نبقى ندهنها هكا من الفوق. واخا كتبقاو تقرصوا فيها دوك الخيوط راه غادي فاش طيب راه غادي يجيو معزولين واخا يعني هكا تقرصوا فيها. صافي ونبقى ندير هاد الطريقه هذه غادي نجمع بالاصابع ديال يدي، نجمع هذوك الخيوط وغادي نشد في الراس ديالها من الفوق وغادي نبقى بحال نجبد ونلوي. شحال ما جبدنا ورققنا هذوك الخيوط اما هما راهم رقاق بوحدهم فاش قطعناهم صافي راهم رقاق. غادي نبقى نجمع ونلوي بهذا الشكل، كلشي راه واضح في الفيديو. شفتوا هذوك الخيوط واخا يكونوا منا ومنا نجمعوهم وغادي تجينا مقاده هي هذيك. فاش يبقى داك القنت هكا ديالها نحشيوه هكا من التحت ونحطوها في شي حاجه اللي نكونوا دايرينها بلاطو ولا طبسي. انا دايره داك الطبسي ونحط فيه غير نقرص ونحط داك الطبسي حتى نكمل ديك الكميه كامله. غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا راه كلشي واضح في الفيديو الخدمه ديالها. كملت دوك الحبات كاع اللي كانوا عندي 11 حبه كما قلت لكم في واحد الوقت اللي هو قصير. نتمنى تتبعوا الطريقه ديالي وتردوا لي الخبر في الكومنتيرات.
نبغي بعض المرات هكا نخلي لكم واحد المقطع هكا يكون طويل شويه هكا في الفيديو باش يكون داك الشيء واضح، الخدمه يعني وداك الشيء اللي نديرو في الفيديو يكون كل شيء واضح. صافي بهذه الطريقه كملت دوك الرزيزات ديالي كاملين حتى نكملهم كاملين على خاطري عاد نولي نطيب. هنايا غادي نبدا بالاولى اللي كنت قرصتها، راني دايره المقله الثقيله اللي نطيبوا فيها الحرشه درتها تسخن، وغادي نبدا بالحبه الاولى ندهن يدي في داك الخليط ديال زيت وزبده، ونحاول غير نقادها واحد شويه هكا ما نقرصوهاش ترقوها بزاف. غادي فاش طيبتي بالسنه وتجي لنا رقيقه غير واحد شويه هكا نقادها باش ديك الذره ديالها مقاده كما شفتوا، وراه باين كلشي الغلظ ديالها في الفيديو. صافي وغادي نطيبها عاديه كيفما نطيبوا المسمن. غادي نرش واحد شويه ديال الزيت في المقله اللي راها عندي حاميه فوق البوطه، غير زيت بوحدها هذه ماشي داك الخليط اللي كنت مقرص به، غير زيت عاديه بوحدها، غير قطرات هكا قلال وصافي، باش فاش نبقاو نطيبوا هذوك الرزيزات يجيو لنا هكا حمر خضره وحده بهذوك القطرات ديال الزيت، ما يجيوش ناشفين، يجيو حمر خضره وحده مذهبين، ما تجيش بلاصه بيضاء وبلاصه حمراء كما شفتوا معايا، تجي خضره وحده هذيك الرزيزه حمراء ومذهبه. انا عندي هنا المقله شويه كبيره، داكشي علاش طيبت 3 ديال الحبات فيه خضره، وفي نفس الوقت هما صغيورين هكا ظريفين، يعني الا كانوا كبار غادي تهز لكم غير وحده. المهم على حسب المقله ديالكم وعلى حسب نتوما واش تبغوهم كبار ولا صغار. الطياب ديالهم ساهل، غير ندير هذيك الرزيزه ونبقى هكا نعدل بيدي كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، نبقى نصاوبهم هكا باش هذوك البلايص اللي تكون وحده يعني وحده خارجه وحده داخله نصاوبهم هكا بيدينا باش تجينا مدوره ومقاده. الطياب ديالهم راه ساهل كما قلت لكم بحال المسمن عادي. غير نديروها هكا واحد شويه ونقلبوها، ما نخليوهاش حتى تحمر من التحت كما شفتوا، راه عاد باقيه بيضه وقلبتها باش هكا دوك الخيوط ينعزلوا مع بعضياتهم. كما شفتوا هنايا هذوك الخيوط راهم لصقوا لي هكا في المقله، هذا يدل على ان الرزيزه ناجحه 100%، ودوك الخيوط معزولين هكا ومحلولين. نبقاو هكا نقلبوا وندوروا بيدينا حتى نكملوا الطياب ديالها ويتحمروا لنا خضره واحده. بالنسبه للنار ما تكونش مجهده، غادي تشوطوا لنا الا كانت النار مجهده بزاف غادي تخطفوا وتشوطوا ويتحرقوا، والا كانت عاوتاني ناقصه بزاف بحال الشمعه غادي يجيو لنا يابسين بزاف. خاصنا نديروا النار متوسطه ونطيبوهم على خاطرنا ويجيو لنا هكذا محمرين ورطب. وواحد الملاحظه اخرى وباش ينجحوا لكم ويجيو رطب وهشاش وزوينين، كل ما نطيبوا شي وحيده نحشيوها في واحد الزيف ونغطيوها مزيان، ما نخليوهمش هكذاك عريانين بحال الملوي ولا مسمن العادي، هادو خاصهم يتغطاو باش نكملوا في الاخير من نكملوا نصيبوهم رطب ويتحلوا معنا هكا كما شفتوا معايا في الفيديو. ناجحه 100%، الا جربتوها غادي تعجبكم، واللي جربتها تقول لي في الكومونتير كيفاش جاتكم باش هكا يوصلني داك الكومونتير ديالكم ونفرح به. فاش تجربوا شي حاجه وتقولوا لا اختي رحمه جربناها راني نفرح حتى انا ونزيد نعطيكم حويجات اكثر. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما كملت الطياب ديالها كامله جات بهذا الشكل هذا، واحد ليها محمره ومن الداخل محلوله، وهذا الخيوط هكا معزولين كما شفتوا. واخا تقرصوها ولا تجمعوها هذوك الخيوط يبقاو هكذا فاش نحلوها كما شفتوا معايا. غير بيدينا هكا نحاولوا نضربوها هكا مع بعض، يدنا مع بعضها بعض هكا تحل بكل سهوله. هنا راني حليت لكم 3 ديال الوحدات باش هكا تشوفوا راهم كاملين هكا وناجحين 100%. شفتوا كيفاش تبارك الله دوك الخيوط. هنا اللي بغات دير كميه كبيره وتحتفظوا بها في الثلاجه، فاش تبغيو تجبدوها تقدروا تفوروها غير في الكسكاس، راها تسخن لكم وتحل لكم هذوك الخيوط. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم نتلاقاكم في فيديو قادم. السلام عليكم.